السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. اليوم جيتكم بوصفه اللي طالعه ترند هاد الايام، وصفه ديال دونر كباب او الكباب التركي. يعني شفت بزاف اللي داروه بالكفته، فقررت اليوم نجربه معكم بالدجاج، وجا لذيذ بزاف وزوين. خليكم معايا تشوفوا الطريقه ديالو باش يجيكم هاد الدونر بالدجاج، يعني ما يجيش ناشف ويجي زوين بزاف ولذيذ. تبعوا نصائح يعني وشوفوا الفيديو الاخير ديالو باش تعرفوا على الطريقه ومقادير ديال هاد الوصفه هذه، وفرجه ممتعه. وعلى بركه الله نبداو الوصفه ديالنا. انا غادي نجيب واحد الاشواق، غندير فيها نص كيلو ديال صدر ديال الدجاج اولا لادانت، يعني اللي بغيتو بطبيعه الحال مغسول بالملحه والحامض من قبل. غادي نزيد شويه ديال الملحه والتوابل ديال الشاورما ديال الدجاج. عندي نص معلقه ديال المطارد، شويه ديال الهريسه ماشي بزاف يعني اختياريه، شويه ديال الخل، وواحد المعلقه صغيره ديال البودره ديال الثوم. وغادي نزيدو زيت الزيتون، بما اننا ما مستعملينش الكفته اللي كتكون ميدمه كما كنعرفوا الدجاج ناشف. غادي نزيدو ليه شويه ديال الزيت، وغادي نطحن كلشي مزيان حتى غادي نتحصلوا على واحد العجينه اللي تكون ملسه، يعني كفته تكون ملسه ومنسجمين كاع يعني التوابل اللي زدنا معاها. صافي هنا غادي نجيب واحد الورق اللي غيدخل الفران. غادي نقسم هاد الكميه ديال الدجاج على جوج، غادي نحاولوا نسرحوها بهاد الطريقه هذه. فهاد الورق ديال الطبخ، انا استعملت شي ورق ما يكون يعني يكون ماشي يعني نوعيه مزيانه. حاولوا دهنوا شويه بزيت الزيتون، عاد سرحوا عليه هذيك الكفته ديال الدجاج. صافي انا غادي نجيب واحد الورق اخر ونغطي به الوجه ديال هاد الكفته هذه، وغادي نحاول نطلقها رقيقه بالمدلك. ما ترقوهاش بزاف ثاني باش ما تقصحش في الفران وتيبس، يعني تكون رقيقه ولكن في الجهد ما تكونش رقيقه بزاف. هنا غادي نزيد عليها من بعد ما سرحتها، غادي نزيد شويه ديال زيت الزيتون وندهنو على الوجه كامل ديالها قبل ما نروليها، يعني بهذا الشكل اللي غتشوفوا معايا. غادي نجيبوا يعني غادي نجيو لهداك الورق من الجناب ديالو، كنبقاو نطويو بهذه الطريقه راه ساهله. صافي بحال هكا نفس الشيء غادي نديروا الكميه الاخرى ديال الدجاج. صافي هنا قسمت هذيك الكميه على جوج، وغادي نديرو في الطاوله اللي غادي تدخل الفران. بالنسبه للخضر المرافقه، انا درت الفلفله خضراء وحمراء وشويه ديال البصله. تقدروا ديروا الخضره يعني اللي بغيتو. غادي ندخلهم الفران لمده ديال 20 دقيقه، صافي كيكونوا طايبين وواجدين. غادي ندوزو نوجدوا الصلصه المرافقه لهاد الكفته هذه. هنا جبت واحد الياغورت طبيعي، غادي نزيد عليه شويه ديال المبزار وشويه ديال الملحه وشويه ديال واحد نص معلقه تقريبا ديال البودره ديال الثوم، وواحد العصره ديال الحامض صافي، وزيت الزيتون. وغادي نخلطوا هاد الصوص هادي مزيان حتى غينسجموا هاد المكونات كامل مع بعضياتهم. كما كتشوفوا معايا هاد الصلصه هادي راه كتجي بنينه وكتجي مرافقه، يعني مناسبه هاد الدونر كباب. صافي كنتحصلوا عليها بهذا الشكل هكا وهذا القوام هكا. كما قلت لكم راه كتجي بنينه وخفيفه. هنا من بعد ما طاب لينا هذاك الدونر كباب، يعني كنحلوه من هذاك البابي كويسون درنا فيه، وكنحاولوا نقطعوه، يعني كنحلوه وكنقطعوه. هنا مازال باقي سخون، يعني عاد خرجته من الفران. كما كتشوفوا معايا راه يعني واخا درناه بالدجاج فجا فتي وجا يعني رطب، يعني ما ناشفش نهائيا. صافي كنحلوه بهذا الشكل هكا، يعني كنجبدو شويه وكنقطعوه. وهنا باش تزيدو تحمروه، يعني ديروه في شي مقله وديروا عليه شويه ديال الزيت وشويه الفلفله حمراء. كيتحمر لكم كياخذ واحد اللون زوين. انا درتو خليته غير هنا في هاد الطاوه هذه، ودرت عليه شويه ديال الهريسه وزيت الزيتون ورديته للفران، يعني غير تحمر شويه. يعني ما تخلوش يتحمر بزاف يقصح. كما شفتوا راه باقي فتي ولذيذ بزاف. بهاد التوابل اللي درنا معاه كيجي لذيذ بزاف. وغادي نوجدو ساندويتش، يعني اللي درتو بورق ديال الطاكوس اللي حضرته في البيت. غادي نحط لكم الفيديو ديالو ان شاء الله. كنديروا شويه من هذاك الدجاج، وكنديروا شويه الفلفله وشويه ديال البصله. صافي كنجمعوا الساندويتش ديالنا بهذا الشكل هكا. انا درتهم صغيورين وكنحمرهم شويه في المقله، يعني من جويه بجوج حتى كيتحمروا. وهنا غادي نقطعوا معكم تشوفوا من الوسط كيف كيجي. راه كيجي واحد الساندويتش اللي لذيذ بزاف. من طبيعه الحال كنرافقوا مع هذيك الصلصه هذه. صافي بهكذا كنكون وصلنا لنهايه ديال الفيديو ديالنا. نتمنى يعجبكم هذا الاقتراح هذا، وإلا عجبكم الفيديو يعني شجعوني بواحد اللايك لهذا الفيديو هذا. وإلى فيديو قادم بحول الله.